واش كنتي عارف باللي قرارات في الصين ما كياخذهمش شخص واحد بوحدهم، ولكن كيدوزو مع نقاشات بين ممثلين من كاع انحاء البلاد. كل عام شهر مارس هاد ممثلين كيجمعوا في بكين في مجلس وطني نواب شعب NPC، كيجيو من كاع جلالات حياة، فلاحين، خدامين، موظفين شركات خاصة، شركات دولة، باحثين، اساتذه جامعي، مهنيين في الثقافة وفن، اطباء وممرضين، تقنيين في فلاحة، قدماء محلبين، وممثلين جمعية اجتماعية، عقلية إثنية، ومسؤولين حكوميين. في مجلس وطني NPC كيناقشوا مخطط تنمية اقتصادية واجتماعية وطني اللي كيسمى بمخطط خميسي. كيهضروا على قضايا كبيرة بحال ميزانية وطنية، تخطيط التنمية، سلم وحرب، وقرارات حاسمة أخرى. فاش مجلس كيعطيو موافقة ديالهم على هاد المخطط خماسي، كيعطيو رخصة قانونية تنمية اقتصادية واجتماعية ديال البلاد 5 سنين جاية. هادشي كيبين بلي كان مسار ديمقراطي، حكومة كيتحط التصميم ومجلس كيعطيو موافقة وكيراقب التنفيذ. ممثلين ديال هاد المجلس كينتخبوهم كل 5 سنين على حسب عدد السكان، توسيع جغرافي. هادشي كنضمن بلي طبقة اجتماعية ومجموعة العقلية ممثلة في وسط أعلى سلطة في الصين، وكيخليوهم يعبروا على آرائهم وشاركوا في قرارات دولة كبيرة. باختصار، حكومة كيدير التصميم ومجلس كيراقب التطبيق. وإيوا اش بانك، واش الصين فيها ديمقراطية؟